السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه وصفات لجمالك. معاكم زي ما اتعودتم خبير التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده جايبه لكم معايا طريقه عمل المخمريه. المخمريه بتساعد بشكل كبير قوي على تعطير الجسم، وبيكون ريحته جميله جدا. من الحاجات الرائعه جدا اللي ريحتها بتدوم وقت طويل. كمان بتدي الجسم نعومه غير طبيعيه، بتحسي ان الجسم ملمسه ناعم جدا، يعني لو حطيتي حاجه كده بتجري على الجسم. المخمريه اللي احنا هنعملها النهارده كمان مش هنخليها بس لتعطير الجسم، لا، هنخليها لتعطير الجسم وتنعيمه، وكمان هنديله لون مورد جميل، هنديله جليتر بشكل جذاب. كمان هنديله تبييض رائع جدا، هنحط له حاجات مبيضه. يعني هتكون حاجه متكامله جميله جدا قوي، هتعجبكم قوي، ومفيش عروسه ينفع تستغنى عنها ابدا ابدا في جهازها. اول حاجه النهارده معانا عايزين جلايسوليد. ادي الجلايسوليد بتاعنا. كمان محتاجة دم غزال. هكون محتاجة نسبة صغيرة قوي منه. اسمه العقر الفاسي. كمان محتاجة زيت جوز الهند. محتاجة كمان يعني للتعطير او للريحة الجميلة مسك، انا بحب قوي المسك الاحمر. محتاجة جليتر، ده موجود في المحلات بتاعة المكياج. محتاجة جليتر بودرة او باودر. طبعا انتي بقى بتختاري الجليتر اللون اللي انتي عايزاه، انا جبت الفضي، ممكن تجيبي فضي او ذهبي، يعني اللي يعجبك. محتاجة كمان كبسولات فيتامين اي او فيتامين الف. محتاجة كبسولات فيتامين اي او فيتامين ه. تمام. دي المكونات بتاعتنا، هقولها بسرعة. زيت جوز هند، جليتر، مسك احمر، دم الغزال مع جلايسوليد، فيتامين اي، فيتامين اي. دي الحاجات اللي انا عايزاها كلها. هبدأ افرغها كلها هنا في الطبق بتاعي اللي انا هشتغل فيه، وبعد كده هبدأ ارجعها تاني في علبة الكريم. هنبدأ نفرغ مع بعض محتويات العلبة. تمام. بعد كده هبدأ اضيف عليها ملعقتين من زيت جوز الهند. بعد كده هبدأ اخلطها بشويش كده مع بعض. خلطها سهل جدا، بس الكريم احيانا بيكون متماسك شوية، فحاولي تخلطيه عن طريق الهرس كده عشان يندمج معاه بسهولة. ولسه هنحط باقي المكونات، هتلاقيه كله مندمج مع بعض ان شاء الله. بعد كده عايزة 3 كبسولات من فيتامين اي. طبعا فيتامين اي من الحاجات الرائعة جدا، لو الجسم فيه تجاعيد او خطوط بتعالج الحكاية دي بشكل كبير. ادي معانا هنا 3 كبسولات من فيتامين اي. هبدأ افرغ محتويات الكبسول بتاعي. كل مكون بقولك انا عايزاه لايه. كمان محتاجة 3 كبسولات كمان من فيتامين ايه عشان التبييض. فيتامين ايه طبعا اثبت فعاليته الكبيرة جدا في تبييض البشرة. كده حطينا معلقتين من زيت جوز الهند، علبة من الجلايسوليد، 3 كبسولات من فيتامين اي مع 3 كبسولات من فيتامين اي. هنبدأ ندمجهم كده مع بعض بشويش. اهم حاجة عندي لنجاح المخمرية بتاعتي اني لما اضيف مكون اخلطه كويس قبل ما اضيف المكون اللي بعده او المكون اللي يليه. ادي
ادي الخليط بتاعي. هبدأ دلوقتي اضيف المسك. طبعا يا بنات اللي مش عايزه مسك او مش بتحب ريحته، رغم ان ريحته رائعه جدا والله العظيم، من احلى الروائح اللي ممكن في حياتك تحطيها. اللي مش بتحب المسك الاحمر او المسك بوجه عام، ممكن تحط زيت عطري، لاي زيت عطري عايزاه، بس المهم ما يكونش فيه كحول، او ممكن تحط زيت الورد بداله. هحط يعني نصف ملعقه كافيه قوي، يعني هتدي ريحه جامده جدا، طالما كمان هو اصلي مش مخلوط. تمام. ادي المسك بتاعي حطيته بالشكل ده. هبدأ اخلطه كويس قوي مع بعضه. عن طريق الهرس الخلط بيكون اسرع وافضل. تمام. طيب هبدأ دلوقتي اخد الجليتر. الجليتر بتاعي طبعا بحطه زي ما قلت لكم حسب الرغبه، عايزه جليتر عايزه، مش عايزه جليتر مفيش مشكله خالص. بتبداي تحطي الجليتر بتاعك، او اللون برضو بيكون حسب الرغبه. انا بدأت حطيت الجليتر الفضي كميه بسيطه، رشه كده خفيفه. وكمان دم الغزال هبدأ اضيف منه يعني بطرف المعلقه بالشكل ده، عشان يديني حمرة خفيفة كده جذابة في الجسم بطرف المعلقة. كده حطينا كل مكونات الوصفة. باقي بقى ان احنا نهرسها بشكل جيد جدا او نخلطها بشكل جيد جدا، عشان تحصلي على اللون اللي انت عايزاه بالشكل الجميل الجذاب. هنخلطها كويس، وبعد كده هبدأ اجربها لكم على ايدي بعد ما نرجعها في العلبة. اهم حاجة عندي ان انا ملاقيش مكون باين لوحده، يعني كأنهم كلهم حاجة واحدة. لون اللمعة حلوة قوي، جميلة جدا فيه. هبدأ ارجعه في العلبة تاني، احتفظ بيه طبعا واغطيه عادي بعلبته من غير اي مشاكل عادي. زي ما انت شايفة بالشكل ده ببدأ اسويه. طبعا الحتت اللي هي ما اتخلطتش دي اللي باينه في الاخر، دي اللي كانت في المعلقه او لازقه فيها. دلوقتي الخلطه بتاعتي جاهزه زي ما انتم شايفين، لون رائع جدا، مفيش احلى من كده. هتشوفيها كمان على الجسم دلوقتي شكلها عامل ازاي. وفي الاخر خالص هعيد المكونات بسرعه جدا. تمام. ادي الخليط بتاعي، شكله جميل جدا، ريحته كمان اروع اروع واجمل، طبيعي ورائع، مغذي للجسم، بيبيض بيورد، وكمان بيعطر وبيلمع وبينعم طبعا. ادي شايفين اللمعة؟ شايفين اللمعة بتاعت الماسك بتاعي او المخمرية بتاعتي؟ واضح قوي كده، واضحة اكتر، لمعان رائع جدا للجسم، يعني بطريقة جميلة جدا وبسيطة. هقول مكونات الوصفة بتاعتي تاني بسرعة عشان الناس
تبقى يعني ملمة بيها. اول حاجة معانا النهاردة علبة من الجلايسوليد، كمان محتاجة كمية بسيطة جدا من دم الغزال، معلقتين من زيت جوز الهند، مع 3 كبسولات فيتامين اي، 3 كبسولات فيتامين اي. كمان محتاجة الجليتور عشان ألمع بيه، أودي اللمعان بيه اللي أنا عايزاه للبشرة أو للجسم. تمام. لو أنا عايزة أحط ذهبي هحط، عايزة أحط فضي هحط، مش عايزة أحط خالص عادي برضو. إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تجيب معاكم نتائج مبهرة جدا. زي ما انتم شايفين لونها رائع جميل، الريحة بقى حدث ولا حرج يعني، الريحة في منتهى الروعة. إن شاء الله هيعجبكم، استعملوه يا بنات. أي حد مقبل على الزواج اعملي علبة كبيرة وخليها معاكي في بيتك، استخدميه بعد الشاور، وشوفي جمال جسمك، نعومة جسمك هيكون عامل ازاي، وشكله الجذاب الجميل الرائع. يعني ان شاء الله اعملوه باذن الله، هتشوفوا يعني هيفيدكم قد ايه باذن الله. ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتوا معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه. طبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم وصفاتي كلها اول باول. وصفاتنا كلها بسيطه في متناول ايد الجميع. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.